ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن حال دايما يا رب. هنبتدي بقى دلوقتي في سيشن الحل بتاعت ال 1 2 بارت 1 اللي اتكلمنا فيها عن جيناتيك موديفايد اورجانيزم او جي ام او، يعني عامة الايفيدنس بتاعته جي ام كروبس وكل حاجة. نبدأ نحل عليها بقى. وكل سيشن يعني ان شاء الله هيبقى ليها سيشن حل برضه 20 25 سؤال كده، غير التست بانك على ال او ذات نفسه، وغير التست بانكس بتاعت الايد فيرم تست بانك بتاع باينر. يعني انا من الاخر كده هغرقكم اسئله، ويبقى في زي امتحان برضه كل شهر قلت لكم يعني ان شاء الله. وفي معايا عدد، يعني انا هعمل امتحان كل شهر من الاخر كده يا جماعه، البايو عايز احل، فانا هحل معاكم كتير. هشرح لكم كونسبت، الحاجات اللي توصل لكم بيها المعلومه صح، المعلومه اللي انتوا محتاجينها عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. عشان البايو والله ما هي حفظ بس، البايو فهم الحفظ، انت فهمت الكونسبت بيتكلم ازاي او في ايه، فتقدر تستنتج منه حاجات كتير بعد كده، تعرف انك حلو، مع طبعا انك لو في معلومات محتاجة حفظ فتحفظها. فان شاء الله كل سيشن هيبقى ليها بارت حل. ده الحل بقى دلوقتي بتاع اول سيشن ان شاء الله، فنبتدي بقى بسم الله. يلا بينا. اول سؤال بيقول which of the following is a beneficial characteristic of GMO. طيب، اول حاجه بيقول reduce nutritional value. لا، يعني احنا لما اتكلمنا عن الفوائد بتاعة الجي ام او، يعني اكيد مش هتبقى ان احنا بنقلل القيمة الغذائية بتاعتها، لا احنا بنعليها، يعني دي هي الصح. decrease resistance to disease، لا احنا بنعلي الافكت، بنعلي الريزيستنس بتاعها للديزيز. احنا مثلا زي ما حكينا القصة بتاعت الذرة، لما خدنا من البكتيريا البروتين او الجين اللي بيعمل بروتين اللي بيطلع التوكسين، فمش محتاجين مبيدات حشرية قبل كده. increase the pesticide use، لا احنا بنعمل decrease مش increase. فدي كمان غلط، فهتبقى بي هي الصح. تاني سؤال معانا بقى بيقول ال genetic modified crops resistance to drought are especially useful in، يعني ال genetic modified crops اللي هم مقاومين للجفاف بيبقوا useful في regions with abundant rainfall. لأ أكيد، يعني في كده مطر كتير فأكيد لأ. regions facing water scarcity. water scarcity يعني ندرة المياه، يعني حته فيها جفاف، يعني اكيد فيها ندرة مياه يبقى صح. الكوستال ريجنز لا برضو فيها ميه كتير، البور ريجنز لا فيها ميه كتير، فدول برضو غلط. طب السؤال اللي بعديه which genetic modification helps reduce الفول spoilage. فود spoilage يعني ايه؟ يعني تلف الاكل، مثلا الاكل يبوظ يعني. فايه من دول يخلي يساعد ان هو الاكل ما يبوظ بسرعه يعني؟ الدروب توليرانس ان هو مقاوم للجفاف، لا ملهاش علاقه. delayed ripening، يعني ايه delayed ripening؟ الديليد ريبنينج ديت يعني ان هو بيأخر آه وقت النضوج بتاعه، يعني بيخليه يفضل محافظ على صحته او صلاحيته لمدة اطول، يعني من الاخر زي ايه؟ مواد حافظة كده. عارفين مواد الحافظة اللي بتفضل محافظة مثلا على الشيبسي مدة اطول انه يفضل سليم، او مش عارف ايه، هي حاجة زي كده جينيتك موديفيكيشن بيحصل في النبتة يخليها تفضل عايشة لمدة اطول بشكل صحي يعني. فهي دي الصح. البيست ريزيستنس برضه ملهاش علاقة، اللي هو بنقاوم بالآفات والحشرات يعني. فيتامين انريشمنت اللي هو غني بالفيتامين، برضه ملهاش علاقة إنها تقلل من ندرة الصلاحية بتاعته. بعد كده بيقول لي a beneficial outcome of beast resistant genetic modified crops. هي ايه يعني؟ حاجة منفعة بنطلع بيها من المقاومة للحشرات من الجينات المتفاوتة. اوبس هتبقى increased pesticide application، احنا نزود من المبيدات الحشرية، لا تبقى decreased pesticide application. سؤال جميل يعني سهل. faster crop decay ملهاش علاقة، ولا lower crop yields برضه ملهاش علاقة. which unintended consequence could genetic modified crops have the ecosystems. يعني ايه هي الناتج الغير متوقع اللي ممكن genetic modification يعملوا على الايكو سيستمز؟ decreasing deforestation. هي صح، الوهله بان صح، هو فعلا زي ما قلنا في السيشن ان الجينيتك موديفايد كروبس بتساعدنا ان احنا نقلل من الديفورستريشن، ان احنا نشيل الغابات، لانها
فينفع إنها تتزرع في أي حتة، وكمان بتنتج محاصيل بشكل أكبر من الطبيعي، فمش محتاجين أرض زراعية زيادة. بس هو بيتكلم عن unintended consequence، يعني حاجة غير متوقعة، حاجة ما غير مقصودة، ما كانش مقصود إن حاجة زي كده تحصل، فدي لأ، دي مقصودة. إنما competing with native species، لو فاكرين لما إحنا قلنا إنه لما بيحصل cross pollination ما بين genetic modified crop مع واحدة غير modified crop، يعني واحدة genetic modified اهي مع واحدة not، فلما دي يحصل لها cross pollination مع دي، فبيطلعوا حاجة جديدة بقى، ممكن يكون فيها جين زيادة يضر، فيها تغيير ما يضر النبتة، يتلف من الآخر، ممكن يقضي دوت على أصلا النبتة الأصلية، زي ما قلنا إن هو ممكن يقلل من biodiversity. فالcompeting with native species هي الإجابة، لأن هو دوت حاجة غير مقصودة إنها تحصل. providing more biodiversity، لأ هي بتقلل ده الغير مقصود أو هو متوقع إنه يحصل. enhancing soil fertility ملهاش علاقة أصلا، إحنا هنتكلم عن خصوبة التربة يعني. بعد كده بيقول البروتينز produced by genetic modified crops might، البروتينات اللي هي بتطلع من الجينات من modified crops اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي هي بتطلع توكسينز بتموت الحشرات. only affect التارجت بس، يعني هل هي بس بتارجت الحشرات؟ ممكن نخلي الإجابة دي جنبنا. negatively affect non target organism، يعني الإجابة دي أقوى من اللي فيها بكتير بصراحة، إن إحنا زي ما اتكلمنا قبل كده إن ممكن مع الوقت البروتينز أو الجينات المتعدلة دي تطلع بروتينات متعدلة بشكل تاني، فتأثر على البشر أو على البيئة من حواليها، فديت أنا شايف إنها أصح من اللي قبليها. always increase biodiversity ملهاش علاقة بالbiodiversity خالص. have no effect on other organism، لأ إحنا قلنا برضو هي ممكن تأثر على الويدز اللي جنبها، تفتكروا اللي هي الحشائش الضارة، ممكن تستفاد منها أصلا، بس في الوقت الحالي ده ما بيحصلش، دي كلها دراسات. ف negatively affect non target organism هي الإجابة الصح، لأنه ممكن مع الوقت الجينات دي تتغير هي كمان، وبالتالي تأثر على البشر أو البيئة اللي حواليها. which of the following is a potential risk for human health from GMOs؟ ايه هو الريسك من دول اللي بيرتبط بالجين؟ increase the vitamin content، يعني اكيد لا، دوت حاجة نصيحتنا. ال unexpected allergic reaction، إيه طبعا هي الصح، احنا في اول سيشن خالص قلت لكم ايه، ان من اكبر المخاوف هي الالرجيك رياكشن او الحساسيه اللي بتحصل نتيجه للتغير الجيني اللي بيحصل ده، واي تغير جيني زي ما قلنا ممكن يسبب امراض زي الكانسر، وممكن يسبب تلف في الاخر في الخلايا وكده. اللور كروب برودكتيفيتي لا، برضو ريزيستنس جروث ملهاش علاقه، هي طبعا آه، اصلا ادفانتج ملهاش علاقه، بس احنا بنتكلم عن الهيلث بتاعت الهيومن، فاللي هو كروب برودكتيفيتي مش هتأثر، انما الان اكستريمد الرجيك رياكشن هي صح. خش على السؤال اللي بعده. بيقول what is one environmental advantage of genetic modified crops؟ نفع دي يعني من الجينيتك موديفايد كروبس. your use of chemical fertilizer اكيد لا، عشان احنا نستخدم مبيدات اكتر او كيماويات اكتر. more deforestation لا، برضو ده مضر للبيئة. less use of chemical insecticides طبعا. السويل erosion لا، برضو ده ضرر، فهي هتبقى less use of chemical insecticides. which unintended effect might reduce the biodiversity؟ يعني ايه الحاجة الغير مقصودة اللي ممكن تأفكت البايودايفرستي؟ الدروت توليرانس لأ، مقاومة الجفاف ملهاش علاقة. الفيتامين انريشمنت لأ برضو، ملهاش علاقة بالبايودايفرستي والتنوع وكده. البيست ريزيستنس ممكن بطريقة ما، بس بطريقة غير مباشرة قوي، اللي هي لو دخلنا في السكة بتاعت ان يحصل تطور في الجينات بتاعة البروتينز اللي بتطلع توكسينز فتضر بالنباتات اللي حواليها، فممكن تتسبب ضرر. تخليها جنبنا كده شوية. كروس بيدنج with wild relatives
هي دي بقى كده مباشرة على طول يعني. البيست ريزيستنس دي انا لفيت اللفة اللي وصلتني للإجابة دي، اللي هي الكروس بيدنج with wild relative، ان هو لما بيحصل لسه قايلها دلوقتي، اللي يحصل كروس بولينيشن ما بين جيناتيك موديفايد جروب مع واحدة نوت، فواحدة مش مع جيناتيك موديفايد او جيناتيك موديفيكيشن يعني. فدوت ممكن يأثر على البايودايفرستي بإنه يطلع نباتات مضرة، أو نباتات الجينات بتاعتها بايظة، أو إنه يقضي تماما على النباتات الطبيعية أو الأصلية يعني. السؤال العاشر بيقول genetic modified bacteria that produce insulin. وتفتكروا لما قلنا إنه في بكتيريا لما بتكبر بتتكاثر بشكل كبير، فهم خدوا من الإنسان الجينات اللي بتنتج الأنسولين دي وزرعوها في البكتيريا، علشان خاطر لما تكبر تطلع لنا بقى بكتيريا كتير بانسولين كتير بقى، كتير 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 كتير. فدوت example of modification for ايه بقى البربوز بتاعه؟ commercial بربوز، هدف تجاري لا، medical بربوز اكيد، environmental لا، aesthetic لا برضه، فهي medical. What type of evidence is most important in the gene debate؟ يعني ايه هو الدليل المهم أوي عشان خاطر نتكلم في الجي ام او؟ هل anecdotal stories يعني نقاشات، يعني نقاشات طبيعية بالناس؟ لأ، يعني لما انت تقعد تتكلم مع صاحبك تقول له يا عم الجي ام او دوت حلو وبتاع، صاحبك تاني يقول لك لأ يا عم ده فاكسان وبتاع، هل ده evidence نتكلم فيه يعني عن ده دليل نعتمده؟ يعني لا مؤاخذة ليك انت وصاحبك والله يا اخويا، بس لأ. فلا، الميديا هيدلاينز يعني هي لا برضه ساعات بتبقى اصلا السوشيال ميديا عامة يعني ساعات بتبقى صادقة وساعات بتبقى اوفر وساعات بتبقى كدابة يعني، فلا هي مش دليل ان احنا نحتذي بيه. evidence based scientific research يعني evidence مبني على بحث علمي وتجارب وبتاع، فاكيد ده حاجة يعني ما نقدرش نقول لا. public opinion only برضه هي لا، يعني مش بالرأي العام. المهم ان يكون في evidence يثبت بطريقة علمية، فهي دي الصح. which of these is a commercial benefit of GMOs؟ extended shelf life of produce، طبعا يعني commercial benefit هو هدف تجاري، والاكستندد shelf life يعني من الاخر ان هو يقول لك بيفضل عايش على الرف فترة اطول. زي المثال بتاع المشروم الابيض اللي قلنا ان هو بيسود بسرعة بيبوظ، وده يعني ضرر تجاري، فعملوا له يوريفيكيشن خلوه ان هو بيفضل عايش فتره اكبر. بايو ديفورستريشن لا ملهاش علاقه بالتجاره ولا كونسيومر تراست، يعني في جي ام اصلا له علاقه بكده، وبالعكس ده مش بينفيت اصلا للكونسيومر، يبقى ما عندوش ثقه. ريديوس تو كروب فرايتي، وده عيب مش ميزه برضه، فهي تبقى ايه extended shelf life of produce. Why is evidence-based debate important in GMO discussions؟ ليه ال evidence-based debate لسه متكلمين عليها دلوقتي الإثباتات مهمة عشان خاطر ال GMO discussion؟ To rely only in tradition يعني عشان نركزوا على القريب بس؟ لأ. to separate facts from opinion، عشان يبعدوا أو يفصلوا ما بين الحقائق والآراء، ان لازم يعني في فرق بين الحقيقه والاراء. الاراء ده راي عام عادي، مجرد راي انا بقول، انما الفاكتس دي حقيقه مثبته علميا، زي ان الشمس بتشرق مش ما تقدرش تقول لا الشمس بتشرق من بره، والعياذ بالله يعني دوت دي حاجه طبيعيه، دي فاكت مثبته فخلاص. to ignore risks، هي طبعا الايفيدنس بيز ديبيت مهم عشان نجنون ريسك، بس مازال هو موجود يعني، ومازال في ريسك في الجيم لحد دلوقتي، فلا تو ريديوس اجريكلتشر ييلز هي ملهاش علاقه خالص بالقيمه، بالعكس احنا بنزود الاجريكلتشر ييلز يعني. what do critics of GMOs often argue؟ critics دي يعني اللي هو النقاد، فالكريتكس بتوع جي ام او نقاد جي ام او بيتخانقوا على ايه؟ they may have unknown long term effects، ان هم فعلا دي حقيقة، وانا قلت لكم في السيشن ان هو باصين لقدام، ان هم خايفين ان يبقى في مثلا ريسك او حاجه تتغير او جين يبوظ او بيتغير مع الوقت، كل ده
هُم مش عارفين الlong term effects هتبقى عاملة إزاي. they always improve biodiversity دي مش حاجة أصلًا أو مش سبب إنه يحصل عليه نقاش أو خناقة، وكمان النقاد بيتخانقوا على إنها بتقلل biodiversity عن طريق اللي إحنا لسه شارحينه إن هو الcross pollination ما بين الgenetic modified crop أو غيرها ممكن أصلًا يأثّر على الbiodiversity. eliminate hunger instantly لأ، ده أصلًا ميزة ما تخلّيش النقاد إن هُم يتخانقوا. they have no risk لأ، أصلًا هي فيها risk وده اللي النقاد بيتخانقوا عليه. فهي إيه، هي صح. A potential human health benefit of genetically modified rice enriched with vitamin A is reduce the risk of night blindness بيقلل الريسك من العمى الليلي، والّا increase the risk of allergies بيزود من النسب بتاعة الحساسية، faster spoilage إنه يبوظ بسرعة، high food costs إن هو يبقى أغلى، لأ هي هتبقى reduced risk of night blindness لإن زي ما قُلنا في الدول النامية ما عندهاش فيتامين A. الفيتامين A دوّة بيبقى مؤثّر بشكل كبير على العين، إن الفيتامين A بيفيدها بشكل كبير، فنقص الفيتامين A ده ممكن يسبب عمى أو العمى الليلي تحديدًا. فكون إن بقى في زي golden rice إحنا اتكلمنا عليه golden rice كون إنه اتعمل فدوّة هو genetic modified crop من البويز ذات نفسه وبيبقى contain الفيتامين A اللي الشعب محتاجه، فدوّة أصلًا رخيص وبيساعد على حل المشكلة دي يعني. بعد كده بيقول which unintended impacts could harm insects like butterflies ديّة مش مضرة للنباتات، فبيقول إيه بقى من التوابع أو الحاجات اللي غير مقصودة يمكن تأثّر على الbutterfly مثلًا اللي هي الفراشات. الdrought resistance لأ، يعني مقاومة الجفاف ما لهاش علاقة. الpest resistant toxins in genetically modified crops هي ديّة لإنها ممكن زي ما قُلنا تنتج حاجات تأثّر بيها على non target آآ pest زي ما قُلنا إن ممكن تأثّر على البشر، ممكن تأثّر على البيئة. الtoxins دي مش معمول إنها تفضل طول العمر إنها تأثّر بس على الpests أو الآفات اللي هي مستقصداها، ممكن تأثّر على الbutterfly عادي. higher nutritional value لأ، الshelf life extension برضه ما لهاش علاقة إنها تضر الفراشة يعني. بعد كده بيقول the idea of genetic modified crops reducing deforestation is based on الفكرة بتاعة genetic modified crops إنها بتقلل deforestation هي based on إيه؟ higher yields on smaller land areas يعني بيطلعوا محصول أكتر على مساحات أقل. ولو تفتكروا مثال الطماطم لما قلنا إن في واحدة بتطلع كتير، بتطلع طماطمايات كتير، وواحدة تانية بتطلع 2 بس مثلًا. فهُم خدوا الجين من الطماطماية دي زرعوه في الطماطماية دي عشان خاطر إنها تطلع لنا كتير هي كمان. فطالما الطماطماية بتطلع كتير فمش هيحتاجوا إن هُم يعملوا deforestation أو إن هُم يشيلوا غابات عشان يستغلوا المساحات دي في الزراعة أو كده. وطبعًا إحنا عارفين deforestation أو الغابات الزرع يعني عامةً أو الشجر دوّة بيطلّع أكسجين، فاللي هو أنت كده بتزوّد من نسبة الكربون الدايوكسيد في الهوا، فلأ الgenetic modified crops تقدر إنها تقلل من deforestation للسبب اللي إحنا لسه قايلينه ده. spreading crops الforest إن إحنا نوزّع البذور ديّة للforest لأ ما لهاش علاقة يعني، أنت كده بتزوّد أصلًا الdeforestation أو يعني بتزوّد من بتزرع في الغابة، أنت أصلًا مش هتلاقي مكان. فاللي هو biodiversity needs ما لهاش علاقة برضه. آآ planting more wild trees ده بتزوّد المساحات برضه مش بتقلل. بعد كده بيقول لي what type of crop would help reduce malnutrition in developing countries أنهي نوع من الفصيل أو البذور ممكن يساعد إن هو يقلل من نقص الغذا، دي نقص التغذية في الدول النامية. crops with lower vitamin levels لأ، يعني إحنا أصلًا الفكرة الأساسية بتاعة الgolden rice هي إنه بيبقى فيه فيتامين عالي.
crops with no resistance to disease لأ، يعني أنت كده ما فيش resistance للأمراض والحشرات وكده. crops with faster spoilage لأ برضه ما لهاش علاقة، إنه crop أو المحاصيل بتبوظ بسرعة، دوّة مش هيساعد إنه يحل مشكلة نقص التغذية. genetic modified crops enriched with nutrients زي الgolden rice طبعًا golden rice صح. which concern is raised about genetic modified pollen spreading لسه متكلمين عليه مرتين أو 3 كمان، وهي إنها it reduce ozone atmosphere ما لهاش علاقة. improve soil fertility برضه ما بتأثرش على soil fertility بأي شكل. it may affect non-genetic modified crops nearby أيوه، هي إنها ممكن تأثر على الnon-genetic modified crops اللي جنبها عن طريق cross pollination. it prevents cross breeding لأ هي ممكن تعمل كده، فدي الغلط برضه، دي مش عارف عنها كده، ما علينا يعني. سي صح. آخر سؤال معانا بقى النهارده واللي هو بيقول in an evidence-based debate which would be the strongest argument for genetic modified crops. لو هنبص كده على الاختيارات الأربعة معانا many people believe they are safe في ناس كتير بتتكلم بتقول إنها safe. scientific studies show reduced pesticide use scientific studies فعلا بتثبت إنه هنستخدم مبيدات حشرية أقل. they are unnatural هي فعلا unnatural هي فعلا معمولة بتدخل الإنسان. social media supports them السوشيال ميديا في سوشيال ميديا بتدعم الجيناتيك موديفايد كروب، فكلهم صح. أنا هاعمل إيه دلوقتي؟ دايمًا في الأسئلة مش في البايو بس عامةً في كل حاجة في حياتك، في كل المواد اللي هتدرسها، ممكن في الاختيارات حتى لو مش شرط يكون MCQ ممكن يبقى سؤال عادي، دايمًا بيعتمد الإجابة الأصح مش الصح. لو هنتكلم دلوقتي كMCQ بقى في البايو، دلوقتي أنت عندك 4 إجابات صح، بس أنهي واحدة أصح؟ السؤال بيقول لك evidence based يعني دليل قاطع. هل إن people believe they are safe هو دليل؟ طب ما هي ممكن تطلع مش safe، يعني ده مجرد بني آدمين، مش منظمة زي مثلًا الACS اللي اتكلمنا عليها اللي هي الAmerican Cancer Society. American Cancer Society إن هم قالوا مثلًا إن لأ إحنا معتمدين الgenetic modified crops وقالوا إن هو سليم وما بيسببش كانسر وكل ده، ده evidence. إنما مش مثلًا عم محمد اللي معدّي يقول لك يا اسطى يا أخويا ده الgenetic modified crop دي زي الفل وبتاع، فتعتمد كلامه. الscientific studies show reduced pesticide use هي أقرب واحدة طبعًا، يعني أكيد برضه إن هو they are unnatural. لو هنتكلم مثلًا دي حِجة عاطفية أو حِجة أو سبب شخصي، إن هو مثلًا بيبقى في ناس مش بتبقى واثقة في الحاجات اللي البشر بيعملوها، زي مثلًا أنا كإياد شخصيًا شايف إن الApple أو اللي هو مش التفاحة يعني اللي هو شركة Apple كأيفون، ماك وكل ده، هُم جامدين وكل حاجة وأنا عارف طبعًا ناس كتير بتحبهم وتستخدمهم، التليفون الكاميرا بتاعته زي الفل وبتاع، بس أنا كإياد شخصيًا ما باحبوش. هل ده تدخّل في حقيقة إن هو الiOS جامد عامةً؟ لأ. فthey are unnatural هي مش حاجة إثبات دليل أو إن الناس تقول إنها unnatural مش دليل قاطع إن هو بيتكلم فيه عن الgenetic modified crop. السوشيال ميديا support them هي زيها زي الmini people هو برضه الرأي السوشيال ميديا مش معتمد رسميًا لأ، فهي هتبقى scientific studies show reduced pesticide use هي الصح. إنها حاجة علمية مثبتة علميًا. بس كده بقى نكون خلّصنا النهارده سيشن الحل على أول part من L1 لL2. إن شاء الله تكون يعني لذيذة عليكم، استفدنا كده وعملنا recap برضه على اللي إحنا لسه شارحينه بحل أسئلة وكل ده، وإن شاء الله برضه كل LO هيترفع له test bank خاص بيه زي ما قُلت وفي midterm bank وهنحل امتحانات قديمة، امتحانات جديدة وكل حاجة يعني هنحل كتير إن شاء الله. ف إن شاء الله بقى استناكم يوم الأحد الجاي السيشن التانية تبقى موضوع class room إن شاء الله للي هيشتركوا في الكورس إن شاء الله.
الشهر دوّة ب120 بس يعني، وبعد كده ب150 زي ما قُلت لكم. ما تنسوش البيولوجية وديل زي ما قُلت لكم، اللي هو 1+4، أنت و4 أصحابك تاخدوا كورس ب120 بس كل شهر عادي. أشوفكم على خير بقى يا رجالة، السلام عليكم.